بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من سانت بطرسبرغ ستاديوم. مباراه تبدا بالهتافات والتشجيعات وستنتهي بالدموع من دون شك، سواء دموع النيجيريين على ادائهم وخروجهم ربما، او دموع الارجنتينيين الذين ستتهاطل بكثره، بما في ذلك على ميسي وعلى ديغو مارادونا لو خسر اليوم منتخب الارجنتين. بدانا المباريات الاقصائيه قبل الموعد، المباراة الثالثة في هذه المجموعة، نيجيريا في مواجهة الأرجنتين، من أجل أن تكون أو لا تكون، من أجل أن تستمر أو تعود، من أجل أن تواصل هذا المونديال أو تخرج مطأطئ الرأس، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمنتخب نيجيريا، بمنتخب الأرجنتين. نيجيريا اليوم بافتداء إيكاردي أو غيره المتهم كذلك في خسارة الأرجنتين. هل بإمكان هذا الفتى أن يتحمل كل هذا الضغوطات؟ هل بإمكانه أن يخرج الأرجنتين اليوم من هذا المستنقع بين قوسين؟ السؤال يبقى مطروح، رغم أن لا أحد يشك بأن ميسي هو واحد من روائع الكرة العالمية عبر التاريخ، ولكن هل سيقدر اليوم؟ هو السؤال المطروح. ترك على جنوب كرة خطيرة، بابا بابا بابا، لقطة بلقطة، كرة بكرة، فرصة بفرصة، والتوغل من تاغليافيكو مدافع نادي اجاكس. توغل، بانيجا حطها له على طبق، راوغ وسدد كرة عالية، راح ميسي، بابا 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 بابا، جول! لا لا لا، جول! ميسي ميسي ميسي، جول! انت المنقذ يا ليو للارجنتين، ليس سواك منقذ لمنتخب الارجنتين. الارجنتين من دونك ولا شيء. ديغو ارماندو مارادونا يفرح لميسي، نعم استلمها بصدره وحطها ودخل. الارجنتين تفتح مجال التسجيل عن طريق ليو، يا سلام! في الدقيقة 14 يفعلها الارجنتين ويفعلها ليو. ميسي يسجل هدفه ال65، ميسي يسجل هدف في نهائيات كاس العالم بعد 4 سنوات. استلم باليسرى ودخل، سددها باليمنى ودخلت جول. ليو التمريرة، بابا بابا بابا، خطيرة. ليو هداف وليو ممرر، وكاد غونزالو هيغوايين يسجل هدف ثاني قاتل. يا لها من تمريره يا ليو، في منتهى الروعه في اتجاه هيغوايين الذي يصطدم بالحارس فرانسيس اوزو. دي ماريا راح، دخل دي ماريا، ما زال دي ماريا، دي ماريا، بابا 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 بابا، البطاقه الحمراء، لا الصفراء، البطاقه الصفراء رقم 120 في هذا المونديال لليون بالاغون. كنت اعتقد بان تشاكير اراد ان يحتسبه اخر مدافع مع اخر مهاجم، ولكن كان مدافع من هنالك. ففي تقدير حكم المباراة اعتبر بان بانيجا، الحكم يامر بانيجا او ليو، ليو يستعيد، ليو يتقدم، ليو يسجل، بابا 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 بابا، القائم ليو كاد يسجل الثاني، القائم الايسر ليوزو ينقذ نيجيريا من كرة جول. عشاق الارجنتين لا يغرنكم هذا السيناريو، عشاق الارجنتين لا يغرنكم هذا السيناريو. احمد موسى، خطيره، والدفاع، هل فيه مسك؟ هل فيه خطأ؟ هنا تقدير حكم المباراة هو السيد، هنا لا تقنية فار ولا هم يحزنون، هنا حكم المباراة وتقديره هو متعة كرة القدم. اصحى يا ديغو، اصحى، الارجنتين لم تتأهل بعد، اي نعم متفوقة بهدف مقابل 0، الشوط الاول لم ينتهي. تشجيعاتك لليو ميسي ولمتعة كرة القدم. اصحى يا ديغو، اصحى، الارجنتين لم تتأهل بعد، اي نعم متفوقة بهدف مقابل 0، الشوط الاول لم ينتهي. تشجيعاتك، دفاع، الكرة مرفوعة بالقائم الاول والدفاع، ضربة جزاء. حكم المباراة يعلنها ضربة جزاء للأرجنتين. هاو الكرة وهاي الرمية وهاي الضربة التي تقلب الموازين. يقول لهم الحكم تشاكيرو كي احتجيتوا، خلوني نسأل مجددا التقنية الفار من ضربة جزاء، ضربة الجزاء 21، بابا بابا، جول بالبراعة والروعة والدقة اللازمتين. فيكتور موزيس فعلها وعدل النتيجة لنيجيريا أمام الأرجنتين. نيجيريا صارت ب4 نقاط الآن، والأرجنتين بنقطة واحدة، وأيسلندا بواحدة. انقلبت الموازين، فعلها فيكتور موزيس. قد تكون هذه الرمية وهذه الضربة وهذا الجول
ركنيه للارجنتين. بابون وميركادو، بابون يا بابون. فرانسيس اوزو يلتقط هذه الكره السهله من قبل بابون. عرضية خطيرة، التسديدة، ويلفريد نديدي كاد يسجل جول ثاني لنيجيريا. احمد موسى استلم، جوبي ميكال خلاها، الحقها في نديدي، يفعل ما يريد كيف ما يريد. ضيعت يا إيجالو، لمسة يد الآن تذكرتها بأنها لمسة يد. نعم لمسة يد وضربة جزاء قاتلة لنيجيريا. يا سلام. يقول لا، عجيبة خلوني هذا رأيي. يقول الحكم ليس هناك ضربة جزاء. هنا من قالوا بأنها تقنية الفار هي تقنية. الكرة خطيرة، هيغوين. إن لم تسجل الآن واليوم وفي المونديال متى تسجل يا هيغوين؟ إن لم تسجل الآن وفي المونديال وفي هذا الوضع متى تسجل يا هيغوين؟ دخلته ميركادو، جول. الأرجنتين من تحت الأنقاض تصحو وتسجل جول. الأرجنتين من تحت الأنقاض تعود وتسجل جول. الأرجنتين ب7 أنفاس. ميتزا وليس ميسي يا ديغو. ستموت يا ميديغو لو تستمر بهذا الشكل. ميتزا فعلها بالنيجيريين في ال4 دقائق الأخيرة ويبعث المونديال مجددا. نعم يبعث المونديال مجددا، يبعث النفس ويبعث الأمل.